قال بل أذن للمسلمين بعدها من أهل مكة في الهجرة إلى المدينة فبادر الناس إلى ذلك فكان أول من خرج إلى المدينة من أهل مكة أبو سلمة ابن عبد الأسد هو وامرأة أم سلمة من بني المغيرة رضي الله عنها، وهي التي فيما بعد صارت زوجا للنبي عليه الصلاة والسلام وأما للمؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. فاحتبست دونه، يعني لما أراد أن يهاجر احتبست أي منعت من أن تهاجر معه، منعها أهلها بنو المغيرة، ومنعت سنة من اللحاق به، وحيل بينها وبين ولدها في قصة عجيبة رواها ابن إسحاق في السيرة، وهي التي ذكرت ذلك رضي الله عنها. ذكرت أن لما ركبت الناقة وابنها معها تحمله وأرادوا المضي، جاء بنو المغيرة أهلها وقالوا لزوجها أنت لا سبيل لنا عليك، اذهب أين شئت، لكن بنتنا لا يمكن أن تذهب. فمنعوها، أنزلوها من البعير وأخذوها إلى البيت. فعلم بنو عبد الأسد، وهو مضى مهاجرا، أبو سلمة لما منعوا زوجه مضى هو رضي الله عنه مهاجرا إلى المدينة. فجاء بنو عبد الأسد أهل الزوج إلى بيتها وطلبوا الولد، وقالوا ما يمكن أن يبقى ابننا عندها وقد منعتموه من أبيه. فتجاذبوا الابن، بنو المغيرة وبنو عبد الأسد تجاذبوا الابن، تقول حتى خلعوا يده، كل يقول يريد أن يبقيه عنده، أهل الأم وأهل الزوج أو الرجل، حتى خلعوا يده، وفي النهاية أخذه بنو عبد الأسد. ولهذا يقول ابن كثير احتبست دون زوجها وحيل بينها وبين ولدها، ومضت على هذه الحال سنة كاملة، وهي تألم أشد الألم لفراق الزوج والبعد عن ابنها في قصة مؤلمة أشد الألم. ثم إن أحد قرابتها رحمها وكلم أهلها فأذنوا لها أن تهاجر، وأيضا بنو عبد الأسد أذنوا لها أن تحمل ابنها معها، فركبت بعيرها، ولما وصلت التنعيم تريد أن تهاجر إلى المدينة، مرأة ووحدها ومعها ابنها، وتريد أن تهاجر إلى المدينة. قال ثم خرجت بعد سنة بولدها إلى المدينة وشيعها عثمان بن طلحة العبدري حاجب البيت، وكان وقتئذ في ذلك الوقت مشركا، لقيها في التنعيم وقال لها إلى أين؟ إلى أين؟ قالت إلى زوجي في المدينة. قال لها لن أتركك، يعني لن أتركك تذهبين وحدك. تقول فأخذ بالبعير ومضى يقود البعير. تقول والله ما رأيت مثله صاحب. لاحظ، رجل مشرك في هذه الوقت، رجل مشرك، لكنه رأف بهذه المرأة وعاطف عليها ويريد أن يوصلها إلى زوجها، والوقت من مكة إلى المدينة يحتاج إلى أيام، ربما 15 يوما وليلة. تقول فكان إذا أدركنا الليل أناخ البعير وقال انزلي، ثم أخذ البعير بعيدا عني وأنزل عنه الرحل الذي عليه، ثم تنحى بعيدا ونام. وإذا أصبح قرب البعير وشد عليه الرحل وأدناه مني وقال أركبي ومضى. تقول حتى وصلنا إلى أشرفنا على قباء،
وقال زوجك في هذه المنازل ادخلي على بركة الله، ادخلي على بركة الله، ورجع إلى مكة رجل وهو في هذا الوقت على الشرك بالله سبحانه وتعالى، لكن انظر ما جعل الله سبحانه وتعالى فيه من الرحمة وما جعل الله فيه من العفة. ومثل هذه الأخلاق كانت توجد في بعض المشركين، التعفف عن مثل هذه المحرمات، عن الفواحش، بعضهم موجودة في مثل هذه الخصال. ومما يذكر في هذا المقام قول أحد المشركين عن نفسه، يقول: وأغض طرفي إن بدت لي جارتي، وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. يقول: لو بدت جارتي لي أغض طرفي حتى تدخل في بيتها. ويتأذى في بعض الأماكن من بعض المسلمين يتلصص على بيت على بيت جاره ويتأذى منه غاية الأذى. ونلاحظ يعني في بعض المشركين مع شركه بالله وكفره تجده متعفف عن ذلك. والمسلم أولى أن يكون عفيفا وأن يكون متنزها وبعيدا عن هذه المحرمات، وأن يكون متصفا بهذه الخصال. ثم إن الله سبحانه وتعالى أكرم عثمان بن طلحة رضي الله عنه فيما بعد فأسلم، وكان إسلامه في هدنة الحديبية، كان إسلامه رضي الله عنه في هدنة الحديبية. قال: وشيعها عثمان بن طلحة أبي زائدة. ويقال إن أبا سلمة هاجر قبل العقبة الأخيرة فالله أعلم. قال: ثم خرج الناس أرسالا يتبع بعضهم بعضا، خرجوا أرسالا يتبع بعضهم بعضا. نعم.